ما تكتبش حاجة في السي في مش عندك. يعني ايه؟ يعني لو في خبرة معينة الوظيفة محتاجاها وانت كتبتها عشان تعدي من الانترفيو، طيب وماذا بعد الانترفيو؟ عديت من الانترفيو واشتغلت، وبعدين الحاجة اللي هم كانوا محتاجينها دي اكتشفوا انها انت لا تملكها، هتعمل ايه؟ فما تكتبش حاجة آه، في السي في انت ما عندكش عنها خلفية او خبرة او درستها او اشتغلتها، لانه ده هيوقعك في مشكلة كبيرة بعد ما تعدي من الانترفيو. الوظيفة مش بس انترفيو، انت هتعدي من الانترفيو بأي شكل من الاشكال، لكن بعد الانترفيو هيكتشفوا انه، وانت كمان هتكتشف انه انت عندك مشكلة ان انت مش عارف تحقق لهم اللي هم طالبينه او اللي هم محتاجينه منك. فعشان كده ما تكتبش حاجة في السي في مش موجودة عندك او انت مش تمتلكها. يعني ما تكتبش ان انت فلوينت ان انجلش او ان انت بتتكلم انجليزي بطلاقة وانت يا دوبك بتعدي من الانترفيو. ما تكتبش ان انت واخد كورس محاسبة او سي ام اي او ايا كان وانت برضو لا تمتلك الكورس ده، او انت ما خدتوش او ما عندكش خلفية عنده. فاي حاجة هتكتبها في السي في انت اللي هتحاسب نفسك بعد كده عليها. فرجاء اكتب في السي في الخبرات العمليه والعلميه اللي انت تمتلكها، ما تزودش وما تنقصش طبعا.